ازاي تخس بسرعة من غير دايت ولا كارديو ولكن بس من خلال الفيزياء؟ سنة 1905 اينشتاين طلع لنا بنظريته للنسبية الخاصة، النظرية اللي وقتها مسكت كل ما فهمنا عن المسافة والزمن ورمتهم في الزبالة. يعني مثلا لو جبت لك خشبة طولها متر بالظبط وحطيتها فوق عربية وقلت لك قيس لي الطول بتاعها ولكن والعربية بتتحرك، فالتوقع الطبيعي ان طولها برضه هيكون متر، اصل اللي اتغير يعني. ولكن النسبية بقى بتقول لنا غير كده خالص. معادلات النسبية بتقول لي ان دايما هلاقي طول الخشبة اقل من متر، وان كل ما سرعتها قربت لسرعة الضوء كل ما طولها اقل اكتر. ممكن اقيسه الاقيه نص متر او حتى 2 3 سم، ولكن الاكيد ان مش هلاقيه متر بالظبط. وطبعا احنا مش بنلاحظ الكلام ده لان سرعتنا اقل بكتير جدا من سرعه الضوء، ولكن التجارب اللي اتعملت في ال100 سنه اللي فاتوا بتقول لنا ان كلام النسبيه صح 100%. وبالتالي انت ممكن تستغل الموضوع ده نوعا ما علشان تخس. اركب فوق صاروخ، اتحرك بسرعه قريبه من سرعه الضوء، وكده انت فعليا هتبان ارفع لاي حد هيشوفك من على الارض. بس للاسف يعني انت لما ترجع الارض هترجع لشكلك الطبيعي تاني، وده يقول لك انك ما تسمعش كلامي، روح يلا ظبط اكلك وانزل الجيم وبلاش هبل. سلام.